يا يحيى اهدى شوية، رايح جاي وجاي رايح. أنا هتجنن. يعني بعد كل الحضارة الكبيرة دي والملوك العظماء دول، مصر تبقى دولة محتلة من الرومان؟ الأيام دول يا يحيى، ومصر أوكمت، حدودها كانت بتكبر وترجع تاني. والحضارة العظيمة اللي بتتكلم عنها مش بس في الحجارة والمعابد، دي في دمك وتكوينك. انت عارف يا يحيى ان اهل الكوكب ده كانوا رحالة بين البلاد؟ رحالة؟ رحالة ازاي يعني؟ يعني الكوكب كان بيمر بعصور من التغيرات البيئية والمناخية اللي كان من الصعب ان البشر يستحملوها، فكانوا يهربوا منها لبلاد أو أماكن تانية مستقرة، وكان كل أرض يروحوها يتعرفوا على أهل البلد الجديدة ويتزوجوا منها ويهربوا تاني مع التغييرات البيئية التانية ويروحوا البلد جديدة، وهكذا وهكذا. وده بقى كون أجيال مختلطة من الشعوب دي إلا كيميت يا يحيى. وليه ده ما حصلش في كيميت؟ موقع كيميت في وسط كوكب الأرض وبين بحرين، ووجود نهر النيل وواديها الخصيب خلى مناخها دائما معتدل، فأهلها ما اضطروش يسيبوها ويهربوا من التغيرات المناخية. ده غير إنهم طول عمرهم عايشين في دولة ليها نظام وقوانين تحميهم، وده ما كانش موجود في أي منطقة تانية على الكوكب. فليه بقى يسيبوا بلادهم الغنية المنظمة ويمشوا؟ بالعكس، كانت الشعوب هي اللي بتيجي عندهم وتحاول تتعايش معاهم. يعني ده معناه إن جيناتنا كمصريين ما اتغيرتش من قبل الأسرات ولغاية عصرنا؟ جنات؟ ايه شغل العفاريت ده؟ بالظبط يا يحيى، دي معلومات كبيرة عليك انت يا سين. نونيا. بنسبة كبيرة يا يحيى، عشان كده الحضارة جزء من تكويننا. مهما مر علينا عصور دمار أو انهيار، هنفضل مصريين لينا عزة نفس وقدرة على التنظيم والإبداع. أنا كل يوم بفتخر إني مصري أكتر من اليوم اللي قبله. بس كملوا لي صحيح، هو إيه موضوع كليوباترا ويوليوس قيصر ده؟ كليوباترا يا يحيى من صغرها وهي ملكة مختلفة، وارتبطت بمصر أكتر من أي ملك بطلمي سبقها. لكنها حكمت في ظروف صعبة جدا. ليه؟ لأن الدولة البطلمية كانت دايما في حروب مباشرة مع الإمبراطورية الرومانية، وده أهلك الشعب اللي قاسى من الضرائب وعدم الاستقرار وضياع الاقتصاد. وفي وسط ده كله تولت كليوباترا الحكم. كليوباترا قررت تحكم بالسياسة والاقتصاد، يعني تعمل علاقات طيبة مع الدول المجاورة وتحاول في الوقت ده تكبر اقتصاد مصر. وفعلا قدرت تعمل كده لدرجة ان العملة المصرية كانت تساوي تقريبا عملة الإمبراطورية الرومانية. والإمبراطورية الرومانية كانت في الوقت ده هي الدولة العظمى واسعة الحدود، وكان بيحكمها مجلس مكون من 3 أمراء، كل واحد منهم كان بيحكم جزء من الإمبراطورية الرومانية وبيوسع فيه كمان. وكان من الأمراء دول يوليوس قيصر اللي زار مصر وقابل ملكتها الجميلة كليوباترا وانبهر بعلمها وثقافتها، فوقع أسير في حبها. وفعلا اتجوزوا وعملوا رحلة نيلية من الأسكندرية وحتى بلاد الحبشة، وأنجبوا قيصرون الصغير. قيصرون؟ أنا أول مرة أسمع عنه. ده الابن الشرعي ليوليوس قيصر من الملكة كليوباترا، واللي خاف الأمراء الرومان من إنه يورث حكم الإمبراطورية الرومانية هو وأمه الملكة كليوباترا بعد محاولة انفراد يوليوس قيصر بالحكم، فقرروا التخلص منه. يبقى أكيد كانوا عاوزين يخلصوا من الملكة كليوباترا وابنها كمان. للأسف يا يحيى ده حقيقي، لكنها فكرت بطريقة مختلفة.